بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي جيتكم بوصفة هذه التورتة اللذيذة جدا، أتمنى أنكم تجربوها خاصة ونحن في موسم النجاحات والمناسبات. أول حاجة نديروها نخدم الجنواز نتاعي، ناخذ بيترا نحط فيه 5 بيض ونحتفظ بالصفار ونطلعهم شويه، ثم نضيف عليهم حوالي 125 غرام سكر عادي ونطلعهم مليح حتى نتحصل على مورانج، بحيث كي نحي ريسيبيون تاع البيترا ونقلبو ما نسحليش منه بياض البيض. هنا نعرف بلي المورانج تاعي راهو ناجح. في هذه المرحله نولي نضيف صفار 5 بيضات بالتدريج وحده بوحده، ونكمل نخفق بالبيترا حتى ندخل الصفار بالكل في المورانج تاعي. هنا نحبس الخفق، نحي هذاك الريسيبيون نحطو اكوتي ونضيف عليه 125 غرام فارينة مع باكي خمارة، نحطهم في صفاية ونضيفهم للخليط نتاعي على دفعتين، ونحاول نخلط بسباتشول من الفوق للتحت برفق باش ما يهبطليش البيض نتاعي. كي نكمل ندخل الفارينة في الخليط، نضيف عليها 70 غرام زيت ونخلطها برفق من الفوق للتحت باش ما يهبطش الخليط نتاعي حتى ندمج المكونات. ناخذ صنيوه تدخل الفرن 40 ل 30 سنتيمتر، نحط عليها بابي كويسون، نفرغ عليها الخليط البسكوي ونحطها في فرن يكون مسخن من قبل لمده 15 دقيقه على 180 درجه، ونخليها تطيب لي من التحت ثم نشعلها من الفوق باش تزيد التحميره. مده الطهي حوالي 7 دقائق. A few moments later. كي طيب لي نحيها من الفرن ونخليها تبرد اكوتي، ثم نروح نخدم الكريمه تاعي. نحتاج فيها كاس ونص تاع غبره الشانتيي، نضيف عليها كاس الا ربع ماء بارد جدا ونطلعهم مليح حتى يتضاعف الحجم نتاعها. انا نكهتها بلاغون تاع الباناكوتا، بحيث ضفت ملعقه كبيره تاع مسكربون وربع كاس كريمه سائله وعلبه ياغورت باناكوتا، ونكمل نخفق الكريمه نتاعي حتى نتحصل على كريمه متجانسه. نحطها اكوتي. نحضر الحشوات اللي حنحطهم في الطارطه تاعي، نحطهم في لي بوش. انا استعملت كريمه شوكولا اتارتيني الطلاء تاع المرجان وكريمه الفول السوداني المحمص المرجان، نحطهم في لي بوش نحطهم اكوتي. نحضر الجوز نتاعي والشربات اللي نشرب بها الجينواز نتاعي. انا استعملت كاس حليب، ضفت عليه ملعقه كبيره من خليط سريع الذوبان نوع شيكوري. نروح للجينواز نتاعي اللي يكون بردت تماما، نحيها من سنيوه ونقلبها على بابي كويسون واحد اخر، ونحي لها البابي اللي طابت فيه، ثم نقسمها بالسارسو مربع. طول الضلع تاعو هو 20 سنتيمتر. كي نقطعها نتحصل على 3 قطع، قطعتين كاملين قطعتين صغار. كي نحطهم مع بعضهم يشكل لي قطعه واحده. هذوك نحطهم في الوسط لاني نحتاج للطبقات. نروح للمونتاج، ناخذ بابي كويسون نحطه في سنيوه تكون شويه كبيره باش السارسو تاعي يجي فيها. نحط السارسو تاعي البابي كويسون، نحط فيه الطبقه الاولى من الجينواز، نشربها بخليط الحليب اللي كنت محضرته من قبل، ثم نضيف عليها كريمه ايطاليها مليح، ثم نضيف عليها الجوز مقطع قطع صغيره، ونغطيهم بخطوط من الشوكولا اتارتيني بلا بوش، ونضيف لها كريمه الفول السوداني المرجان حتى هي في لابوش. نسي نحط كميه مليحه، ثم نحط الطبقه الثانيه من الجينواز المكونه من قطعتين صغار، ثم نشربها هي الاخرى كما درت في الطبقه الاولى بالحليب. نضيف لها كميه من الكريمه ونحط عليها الجوز نفتت، ثم نحشيها بالشوكولا اتارتيني وكريمه الفول السوداني كما درت في الطبقه الاولى طبعا، ثم نحط عليهم الطبقه الثالثه والاخيره من الجينواز، نشربها حتى هي بالحليب اللي كنت ضفته للطبقات الاخرى، ثم نحط طبقه رفيعه من كريمه نطليها مليح بسباتول وندخلها للمجمد حوالي 5 ساعات. ثم نخدم الجيلاتين تاع الفلون اللي راح نكوفري به الطاسه تاعي من الفوق. انا ديت واحده باكي من الفلون فريز نتاع غانو كويزين، وزدت عليها شويه تاع الماء البارد عيني ميزاني، قصاص اقل من نصف كاس تاع ماء، وحطيتها فوق النار قليله وبقيت نخلط فيها حتى تحصلت على خليط يجي شويه خاثر. نخليه يبرد شويه، ثم نفرغه فوق الطارطه تاعي من الفوق، وناخذ الكريمه اللي بقات لي ونحطها في البوش ونخدم لاغوزاج من الفوق، ثم نزينها بالعنب بالشوكولا وقطعة من الخوخ. وهذه هي النتيجة النهائية. هذا الطرطة جات بنينة بزاف ومعتدلة في الحلاوة، أتمنى أنكم تجربوها.